كاني آكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد نتحدث فيه عن مرض آخر، وعن معصية أخرى من معاصي القلوب، ألا وهو النفاق، أسوأ أمراض القلوب، وأشدها ضررا على القيم والمبادئ والمعتقدات، وأكثرها إفسادا للفرد والمجتمعات. النفاق أحد الأمراض التي تنتشر من خلال الحقد والحسد، فيظهر ازدواجية لدى مريض النفاق، فيتذبذب بين ظاهر الإيمان والتقوى والصلاح وبين باطن الكفر والفسوق. هو يتقن صناعة التلون بعدة ألوان، واتخاذ عدة وجوه، والتخاطب بأكثر من لسان، وإجادة لفن التستر وراء المظاهر الكاذبة من أقوال وأفعال. في التعريف اللغوي للنفاق وأصل اشتقاقها يدلك على هذا المعنى. فالنفاق مشتق من النافقاء، وهو جحرة اليربوع أو الجربوع، حيث يحفر حفرة حتى إذا وصل ظاهر الأرض جعل عليها مثل قشرة، كنوع من إيهام من على ظهر الأرض أنه من الأرض، فإذا أراد الخروج قطعه وخرج. ابن جريج يعرفه أن المنافق من يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. إذن النفاق هو إظهار شيء وإخفاء شيء آخر، أي القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد. وبالمناسبة هو اسم ظهر مع المسلمين، أطلق على من يتستر بكفره ويظهر إيمانه، فالعرب لم تكن تعرف بهذا المعنى، وإن كان أصله اللغوي معروفا. ولهذا يصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بالكذب، كما يصف المؤمنين بالصدق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالنفاق مظهر من مظاهر الكذب، وإن شئت فقل هو الكذب الدائم والمستمر في العقيدة أو القول أو العمل، هذا صحيح. لكن عند التحليل يتبين لك أن النفاق مرض مركب من عدة أمراض، والسلوك مركب من عدة مساوئ، إلى جانب الكذب الذي هو أبرز عناصره التركيبية. وعلى طريقة تركيب المحسوسات وخلط الماديات، لو أخذنا ربع مكيال من الجبن والخوف، وربع مكيال من الشح والجشع والطمع والحرص على الدنيا، وربع مكيال من إنكار الحق وجحوده، وربع مكيال من الكذب والدجل والفجور، وخلطنا هذه المقادير خلطا جيدا،
لحصلنا على مكيال كامل من خليط خلقي ذميم نراه في سلوك الفرد نسميه بالنفاق. أصيب به الكثيرون وتواجدوا عبر العصور في كل ميادين الحياة وفي كل زمان ومكان، حتى أنك بت تجد النفاق يحيط بك من كل جانب، تتنفسه أينما حللت، في المنزل، في الشارع، في العمل، تحت مسميات عدة: المجاملة، التملق، الكذب، الكولكة، تمسيح الجوخ، نفاق، من أجل البقاء. كلها ألقاب ومسميات في عصرنا الحاضر تندرج جميعها تحت مسمى واحد هو النفاق. يوميا تطالعك هذه المسميات خلف وجوه مقنعة تدعي البراءة والصدق والمحبة، ومن خلفك سكين جاهز للطعن بك حال سقوطك. إنه النفاق أخطر أمراض العصر. والنفاق على نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي ويسمى أيضا بالنفاق الأكبر، وهو نفاق يخرج صاحبه من ملة الإسلام. الإمام الجرجاني رحمه الله، وهو من كبار علماء اللغة ويعتبر مؤسس علم البلاغة، يعرف هذا النوع فيقول: المنافق هو الذي يظهر الكفر اعتقادا ويظهر الإيمان قولا، حيث يظهر الإسلام ظاهرا ويخفي الكفر في باطنه ويستهزئ بالدين. هذا الصنف تواجدوا منذ عهد النبوة وعاشوا في ظلالها، وحاولوا من خلال ذلك هدم كيان الأمة من أساسها ومن داخلها، ويتواجدون في كل زمان، ولذلك استحقوا ألقابا قبيحة ومراتب سفلى ووضيعة. اسمع إلى ربنا عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اسمع: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. القسم الثاني هو النفاق العملي، ويسمى أيضا بالنفاق الأصغر، بمعنى أن الشخص يعمل عملا من أعمال النفاق لكنها لا تخرجه من ملة الإسلام. وهذا النوع توغل في المجتمع فأصابه في مناحي حياتها اليومية والسلوكية كلها، من خلال التملق ومسح الجوخ. والمنافق هنا يعيش حسب قناعات سيده، وسرعان ما ينقلب على سيده حين يسقط ليتملق لسيد آخر، يأكل على مائدة قوم اليوم ويجلس على غيرها غدا. لديه قدرة فائقة لقلب الحقائق لمصلحته، يقلب الحق باطلا والباطل حقا دون أي شعور بالخجل أو تأنيب ضمير. شخصية تتقلب وتتلون حسب الوقائع والأحداث، فليس له نهجا ثابتا ولا موقفا واضحا. يقول ربنا عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. تجده يظهر المودة والمحبة للأطراف المختلفة والاتجاهات المتخاصمة، سواء كانوا جارين متخاصمين أو طائفتين متنافرين، فيظهر المودة والألفة للطائفة الأولى ويقدح بالأخرى، وكذلك يفعل إذا ذهب إلى الطائفة الأخرى بغاية الإفساد والإيقاع بينهم. والمنافق لا يتمكن من ذلك إلا بإظهار الوفاء والولاء لهم،
هذا ما يسمى بذي الوجهين. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الإمام الغزالي رحمه الله يقول: ذو اللسانين من يتردد بين متعاديين ويكلم كلا بما يوافقه، وقل من يتردد بين متعاديين إلا وهو بهذه الصفة وعلى هذا النفاق. للأسف هذا منتشر حتى في التجمعات والمنظمات الدينية والمذهبية والصوفية، حيث المديح الزائف والتملق كأن يقوم أتباع شيخ ما برفع مقامه حتى يصبح خير من ولدته البشرية، وعلمه بلغ كل أصقاع العالم، فيصدق نفسه حتى يصل به الأمر إلى العجب والتيه. المنافق همه أن ينقب في أخطاء الناس، همه أن يبخس من قيمة أي عمل أو نشاط، عمل ديني، اجتماعي، وطني، قومي. همه أن يطعن في إخلاص المخلصين في المجتمع، همه البحث في الأخطاء، وكلنا معرض للخطأ. لكن المنافق همه البحث عن هذه الأخطاء ولو كانت صغيرة، لتسليط الضوء عليها من أجل انتقاص المخلصين في المجتمع. ونتيجة لما في قلبه من الكبر لا يقبل الحق ولا النصيحة، بل يعتبر نفسه على الصواب وعلى الحق. قال الله عز وجل فيهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لذلك وبالرغم من حرصهم الشديد على التخفي والبقاء في الظل، إلا أنهم منكشفون من خلال فلتات لسانهم وأفعالهم وحركاتهم. وقد روي عن الأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قوله: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فمهما اجتهد مضمر النفاق في إخفاء سوءة نفسه وطمس بشاعة سريرته، فإن ثمة لحظات كشف تأتي عليه لا محال، حينئذ لا يملك كتمان حقيقته ولا يستطيع منع افتضاح أمره. وقديما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. أدركنا الوقت، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نشرح في صفات المنافقين حتى نحذر منهم ونحمي أنفسنا وقلوبنا من أن نصاب بهذا المرض الخطير. أسأل الله عز وجل أن يطهرنا من النفاق ومن الحقد ومن الحسد ومن الغيبة ومن النميمة. نرجوه من الله عز وجل حتى نكون ممن يذهبون إلى حضرته بوجوه مبيضة وبقلوب سليمة إن شاء الله. وإلى غد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.